شاطئ الأسرار، وحكاية فيلم جديد من أفلامنا الحلوة. بس قبل ما نحكي الحكاية رجاء الاشتراك في القناة وعمل لايك وشير، وكمان ما تنساش تفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. عليا طالبة في الجامعة في القاهرة، ملهاش في الدنيا غير أخوها عادل اللي شغال في البحر. بتسافر عليا البورسعيد عشان تشوف أخوها وتقضي معاه أيام الأجازة، وفي القطر بتقابل الحاج منصور الراجل الطيب، وبتعرف إنه صاحب البيت اللي ساكن فيه أخوها عادل. لكن عليا ما بتلاقيش أخوها ولا بتعتر له على أثر من ساعة ما خرج للبحر وما رجعش. أخوها اتقتل على أيد ممدوح صاحبه اللي ضربه بالرصاص بأمر عصابة مهربين الحشيش اللي كانوا منضمين ليها هما الاتنين. بيفتح لها صاحب البيت بيت أخوها، وبتتلقى رسالة من تحت عقب الباب بتطلب منها مقابلة ثانية الرقاصة في الكباريه. بتوهمها الرقاصة إن عادل مسافر وراجع بعد فترة، وتسلمها جواب بتقول لها إنه من عند عادل. عليا بتقابل ممدوح اللي قتل أخوها وبيدعي إنه صديق أخوها عادل، وبيتقرب منها وشوية بعد شوية بيطلب منها الجواز، لكنها بتنتظر أخوها اللي كانت فاهمة لغاية دلوقتي إنه لسه عايش وإنه مسافر أسيوط. بتحاول ثانية الرقاصة تنبه عليها من خطر ممدوح وعلاقته بقتل عادل أخوها، وبتحاول تبعدها عنه، لكن بتحس إنها متراقبة وإن العصابة بتحوطها من كل ناحية، فبتمتنع عن الكلام. بيحس ممدوح إنه بيحب عليا وبيتقرب لها أكتر، فبتستقبل عليا جوابات من أخوها بتطمنها وتطلب منها إنها توافق على جوازها من ممدوح. عليا كانت حاسة إنها هتحس بسعادة بعد ما تتجوز ممدوح، لكن بعد جوازها اكتشفت تصرفات غريبة في جوزها. كان بيخرج في قلب الليل وبيتلقى مكالمات تليفونيه في ساعات غريبه، وما كانتش تعرف اي حاجه عن جوزها. وفي يوم حبت عليا تعمل له مفاجاه، فخدت له الغدا وراحت له على الشركه اللي قال لها ان هو صاحبها، فاكتشفت انه خدعها وانه لا صاحب شركه ولا حاجه، واصبحت حياتها معاه كلها غموض في غموض. بيشك افراد العصابه في ثانيه الرقاصه، وبيراقبها واحد من افراد العصابه وبيشوفها وهي خارجه من اسم البوليس. بتقرر عليا تسيب البيت، لكنها بتتفاجئ بممدوح يدخل، فبتجري منه وتقفل الباب وراها، ومن ورا الباب ووسط دموعها بتقول له انها عرفت كل حاجه عنه وانه خدعها وكذب عليها. بيسالها ممدوح انت خايفه مني؟ قالت له ايوه خايفه منك، فبيسيب لها مسدسه على باب الاوضه ويخرج بعد ما جاله تليفون مهم. في نفس الوقت بتتلقى ثانيه الرقاصه تليفون من مجهول بيحذرها ان العصابه ناويه تقتلها هي وعليا، فبترتبك وتتصل بعليا اللي كانت خايفه ومرعوبه هي كمان. بتوعدها ثانيه بتقابلها بعد ما تخلص نمرتها في الكباريه، لكن بتحاول العصابه قتل ثانيه وبينقلوها للمستشفى، فبتبعت لعليا اللي بيزيد قلقها وخوفها. وفي المستشفى بتعترف ثانيه لعليا بكل حاجه، لكن عليا بتفاجئ ثانيه الرقاصه انها شافت كارنيه ممدوح وعرفت انه ضابط مخابرات، وتقرر الانتقام لاخوها. بتروح عليا لمقر الشركه وتقول لهم ان ممدوح ضابط مخابرات، ومجرد ما تخرج من عند مدير الشركه بيظهر رئيس العصابه الحقيقي اللي ما كانش غير الحاج منصور رجل الاعمال الطيب الورع. بتقرر العصابه التخلص من ممدوح. بتسيب عليا بيت الزوجيه وبترجع بيت اخوها، وهناك بتنتظرها مفاجاه ما كانتش على بالها. اما بتلاقي اخوها عادل حي يرزق وانه ما ماتش، وتعرف ان اخوها كان شغال مع المخابرات وعمل نفسه ضمن افراد العصابه اللي لما شكوا فيه قرروا التخلص منه، وان ممدوح اتطوع بتنفيذ عمليه قتل وهميه واستخبى عادل كانه مات بدل ما حد من العصابه يقتله فعلا. بتغير العصابه ترتيباتها وبيقرروا قتل ممدوح، وبيستدرجوا واحد من افراد العصابه لمخزن وبيحاول يقتلوا فيه. بيبلغ عادل الشرطه بسرعه وبيجروا على المخزن وينقذوا ممدوح، وبيتقتل منصور زعيم العصابه وترجع عليه ممدوح. فيلم شاطئ الأسرار فيلم رومانسي واجتماعي وتشويقي في نفس الوقت، حقق نجاح كبير وقت عرضه، وخصوصا انه اعتمد في احداثه على جانب كبير من الغموض والاثاره. وفي الفيلم ده غنى محمد قنديل اغنيه يا حلو صبح واغنيه اودي واجيب. وفي الفيلم ظهرت اول قبله سينمائيه لماجدة اللي كان اتفق عليها المخرج مع عمر الشريف من غير علم ماجدة، واتفاجئت ماجدة اثناء التصوير بالقبله دي فغضبت جدا وفضلت ايام رافضه تكمل التصوير. لكن منتج الفيلم حلمي رفرة اتصل بماجدة ووعدها انه هيشيل المشهد ده، لكنه ما وفاش بوعده. الفيلم اتعرض في 3 فبراير سنة 1958، وهو من افلام الابيض واسود. بطولة ماجدة، عمر الشريف، تحية كاريوكا، عبد العزيز احمد الحداد، وعزيزة حلمي، ومن اخراج عاطف سالم. من فضلك اذا عجبك الفيديو شرفنا بالاشتراك في القناة وعمل لايك وشير، وكمان ما تنساش تفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.